بسم الله الرحمن الرحيم. محدثكم وافي عرفة على قناة الأهلوية. صلي على الرسول وندخل في الموضوع على طول. بعد أول تجمع للمنتخب المصري الأول تحت قيادة العميد حسام حسن وجهازه المعاون في البطولة الدولية التي أقيمت في مصر، واحتل فيها المنتخب المصري المركز الثاني بعد فوز باهت على منتخب نيوزيلندا وهزيمة قاسية من المنتخب الكرواتي. ظهر الغضب الشديد على حسام حسن وإبراهيم حسن بعد المباراة، وصب حسام حسن غضبه على اللاعبين في غرفة خلع الملابس، خصوصا المدافعين الذي تكلم معهم العميد بأسلوب شديد اللهجة، مؤكدا على أنه لا مكان للضعفاء واللي بيخاف يروح. وأكمل العميد حديثه مع كل اللاعبين موضحا لهم قيمة ارتداء تيشيرت المنتخب، وإنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في الفترة القادمة، خصوصا حيث يستعد المنتخب إلى مباراة تصفيات كأس العالم 2026، وتلك التصفيات يعتبرها حسام حسن مسألة حياة أو موت، حيث يرغب العميد في المشاركة في كأس العالم كمدرب كما سبق لها المشاركة كلاعب، حيث تبدأ المباريات الرسمية للمنتخب في تصفيات كأس العالم يوم الاثنين 3 يونيو، مباراة مهمة جدا ضد بوركينا فاسو، بعدها مباراة بأسبوع واحد ويوم الاثنين يوم 10 يونيو مباراة غينيا بيساو. أي يتبقى لحسام حسن وقت بسيط جدا كي يتمكن من مراجعة أموره مرة أخرى. وقام العميد باتخاذ بعض القرارات الهامة بخصوص بعض اللاعبين في المنتخب، حيث قرر حسام حسن استبعاد أكثر من لاعب بعد أن أثبتت المباريات أن هؤلاء اللاعبين لا يستطيعون اللعب في مثل هذا المستوى العالي من المباريات، ولا يستطيعون تحمل ضغط المباريات الدولية. وقد ظهر الغضب الشديد على حسام حسن أثناء مباراة كرواتيا وبعد الهدف الأول الذي تم تسجيله من تصويبة من خارج منطقة الجزاء من الناحية اليمنى، وأثناء التوقف للشرب في الدقيقة 32 من الشوط الأول. عاتب العميد خط دفاعه وخصوصا محمد حمدي المدافع الأيسر للمنتخب المصري على عدم ضغطه على حامل الكرة وعلى إصراره على الرجوع للخلف حتى تمكن اللاعب من التصويب بكل سهولة بدون حتى مراوغته أو المرور منه. وظهرت العيوب الدفاعية واضحة أمام العميد من حيث الرقابة والتغطية العكسية، والأهم الضغط على حامل الكرة في الثلث الأخير من الملعب في الوضع الدفاعي، وأيضا التمركز في الكرات العرضية الثابتة والمتحركة، وهذا ما سيعمل حسام حسن على معالجته في الأيام القادمة. وحرص حسام حسن على الدفع معظم اللاعبين الموجودين بالقائمة لتجربة كل اللاعبين ومعرفة من منهم يستحق الانضمام مرة أخرى للمنتخب. وعلى الرغم من قوة منتخب كرواتيا المصنف العاشر عالميا أمام منتخب مصر المصنف 30 على العالم، وبما يمتلكه الفريق الكرواتي من لاعبين من الطراز الرفيع وحصولهم على المركز الثاني في كأس العالم، إلا أن العميد يطمح في منتخب مصر يناطح الكبار، وهذا ما سيحرص عليه العميد من اختيار مباريات الودية القادمة للمنتخب، حيث طلب العميد أن تكون كل المباريات الودية مع منتخبات من أصحاب التصنيف القوي، حيث يعتاد اللاعبين على اللعب مع الكبار. وبخصوص حراسة المرمى، لم يكن العميد راضيا عن مستوى محمد أبو جبل في تلك المباراة، ويبدو أن مصطفى شوبير ومحمد الشناوي سيكونان هما الحارسان الأساسيان للمنتخب في الفترة المقبلة، خصوصا بعد التألق الكبير الذي ظهر عليه مصطفى شوبير في مباراة الأهلي الإفريقية الكبيرة. أما بخصوص خط وسط المنتخب، حيث أثبت كل من إمام عاشور ومروان عطية قدرتهم على قيادة نصف الملعب الفراعنة لما أبداه من إمكانات عالية وقدرة على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط ونسبة التمريرات الصحيحة سواء القصيرة أو الطويلة، كما أبدى تمكن كبير في نقل الهجمة من الدفاع للهجوم. وظهر من خلال المباريات أن الترس الناقص لاكتمال ماكينة نص ملعب المنتخب هو كوكا، اللاعب الذي أثبت قدراته العالية في كأس العالم للأندية مع الأهلي، وأيضا بعد نزوله في الشوط الثاني من مباراة كرواتيا، حيث يكون هذا الثلاثي هو الأساسي الفترة القادمة في المباريات الكبيرة والتي سيلعبها المنتخب أمام المنتخبات القوية. أما في حالة اللعب مع منتخب يلعب بطريقة دفاعية، أو في حالة رغبة حسام حسن الضغط الهجومي ومحاولة زيادة التواجد الهجومي، سيتم استبدال كوكا بأفشة للعب في مركز 8 لضمان الزيادة العددية ولضمان وجود همزة وصل بين الهجوم وخط المنتصف. أما بالنسبة للهجوم، أثبت الثلاثي الهجومي الأمامي للمنتخب المصري قدرات هجومية رائعة، فلعب مصطفى محمد كالعادة في أبهى صوره، أخطر خطير في الوقت الحاضر في مهاجمين مصر، والمحترف الوحيد كرأس حربة رقم 9 على مستوى الكرة المصرية. كما أثبت مرموش قدراته في المباريات الكبيرة، وهو أمر طبيعي نظرا لتألقه الواضح هذا الموسم في إحدى الدوريات الخمسة الكبرى وهو الدوري الألماني. وكالعادة يثبت تريزيجيه لاعب نادي طرابزون التركي في كل مباراة من مباريات المنتخب
إنه اللاعب القادر على صنع الفارق وأنه الأكثر إيجابية على المرمى. وطبعا بعد عودة الكينج محمد صلاح سيكون هجوم المنتخب المصري في أبهى صورة، ويبقى بعض التعديلات والتوجيهات داخل الملعب وداخل منطقة الجزاء من أسطورة منطقة الجزاء حسام حسن، أقوى خط هجوم على مستوى القارة بالفعل. أما على المستوى الدفاعي فخط الدفاع هو الخط الذي يحتاج إلى شغل كبير ومجهود من العميد أكثر من غيره، حيث يعتبر هو الخط الأضعف في المنتخب لافتقاده لعدة مقاومات ظهرت بشكل واضح في مباراة كرواتيا. برغم من أن محمد عبد المنعم أثبت جداراته وكفاءته، إلا أن المدافع الثاني اللاذع الذي يلعب بجانب محمد عبد المنعم هو الذي يبحث عنه حسام حسن حتى الآن، ربما بعد شفاء ياسر إبراهيم أو اكتشاف العميد مكتشف المواهب عن مدافع جديد من الدوري المصري يكون هو كلمة السر وراء نجاح الدفاع المصري. كما سيكون مطلوب من العميد إعادة تعليم كل المدافعين من الصفر، من حيث الضغط على حامل الكرة والتغطية العكسية والتمركز داخل منطقة الجزاء في الكرات العرضية الثابتة والمتحركة وأشياء أخرى كثيرة جدا. ويبدو أن الدفاع سيكون هو الامتحان الحقيقي لحسام حسن، على الرغم من شهرة المنتخب المصري في فترات سابقة على القدرات الدفاعية، إلا أننا نعاني في الوقت الحالي من ندرة المدافعين أصحاب الكفاءات العالية. ولكن حسام حسن هو أحد تلامذة محمود الجوهري صاحب المدرسة الدفاعية المثالية. وكل فريق عمل قناة الأهلاوية على ثقة في قدرة العميد وجهازه المعاون، خاصة إبراهيم حسن، على عودة دفاع مصر كعادته وأقوى. كل التمنيات وأمنيات فريق عمل قناة الأهلاوية بالتوفيق للمنتخب المصري والعميد حسام حسن. لو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك في القناة، والسلام عليكم.